كنت شغال كده بحمص تحميصه اندونيسي وبعدينك قلت بس يا معلم نبرد التحميصه الاندونيسي دي وبعدها نحط واحده برازيلي كده نعملها فاتح نظامي. المهم الاندونيسي بعد ما بردت بدات ان انا افرغها عادي وبنحطها في الكاس اللي زي ما احنا عودناكوا، كاس وشويل علشان الرطوبه وكده. المهم شغالين دلوقتي في البرازيلي، احنا عايزين نعملها فاتح نظامي. المهم بعد ما طلعت البرازيلي بتاعتنا تعالى نسيبها بقى ونروح نعمل اوردر كيلو بن محوج. الزبون طالبه مخصوص، عايز حاجه كريمي كافيين عالي وفي نفس الوقت سعرها يكون هادي. وبص عايز طالب كل حاجه، فانا مش فاهم بصراحه هنعمل له فتعالوا نعملوها مع بعض كده. المهم خدت ربع كيلو من البن الاندونيسي الجميل بتاعنا تحميص فوق الفاتح بشويه، وقلت بس انا اروح للبرازيل بقى زمانه بارد. خدت من البرازيلي كده ربع كيلو. المهم حطيت الربع على الربع كده، احنا عملنا نص كيلو، لسه لنا كام نص كيلو. هناخد بقى عايزين حاجه الوش، والراجل عايز حاجه وشها حلو. رحت لاخوك الفيتنامي قلت له تعالى يا عم اشتغل معانا النهارده كده. خدت منه 100 جرام. وبعدين دلوقتي احنا عايزين الريحه، هنروح بقى لمين؟ لاخوك الحبشي. اخوك الحبشي طالما جبنا سيره الريحه نروح لاخوك الحبشي، هناخد منه 150 جرام. خدنا 150 جرام من البن الحبشي بتاعنا. دلوقتي احنا عايزين القوام. القوام هناخده منين؟ يعني انت المفروض تسمعها لنفسك. هناخده منين؟ من الهند الروبستا. هنروح للهند الروبستا ناخد منه كام؟ 200 جرام. هناخد 200 جرام من الهند الروبستا. وميزه الهند الروبستا ان هو ما بيزعلكش، يعني هو ولا هيبان في الخلطه اصلا، هو هيديك القوام وهيخلع كده من نفسه من قلب الخلطه. بصراحه ما كانش ينفع التوليفه دي ما يبقاش فيها كولومبي، فحطيت 50 جرام من البن الكولومبي. وبعدها تعالى نحوجها. حوجتها بال 40 جرام، حطيت 40 جرام من الحبان. وقال لي انا بشتغل 16 ساعه. فقلت له بس واحد جوز الطيب وشويه ورد، وحطيت له 3 اعواد جينسنج كده يدوا طاقه ويروقوا عليه. وبعدين تعالى بقى نقفلها له. المهم طحناها وهنعبيها له ونديها له كاس لحام، بحيث لو البن قعد عنده فتره